مرحبا باسم. مرحبا. حياك الله. حيو. على وين اليوم؟ والله اليوم مش ماشيين نروح نشوف سوق الخميس، والله ما قعدت من النوم. من زمان من سنين ما جيت، قلت ما له الا الصحفي ناخذ اليوم شوق على سوق الحمام عشان نحصل لنا طير. يعني هالوقت هذا الحين حصل شرقيات في القطيف، بس روح سوق الخميس تحصل حمام ما بعد حمام، وبنشوف الحين شوق هناك بنروحكم كيف الحمام يكتب. طبعا هي مش الغايه انك انت تشتري طيور، نشوف شوق، يعني تاخذ شوق، تشوف الناس، تشوف العالم. في هذه السوق العريقه حقيقه، سوق القطيف، خصوصا سوق الطيور، يعني سوق قديمه وتاريخها قديم جدا. نعم. طبعا كانت هي في المكان الشمالي من هذا الموقع، والآن نقلت إلى هذا المكان. طبعا هي تنقلت في عدة أماكن، يعني أماكن صحيح، بس أفضل شيء هذه عن الشموس. هنا سوق الخميس كما تلاحظون اخواني. طبعا ونحن نسير في هذا الوقت بتاريخ 3/1/2026. لحد الآن ما شفنا النسل. النسل متخصصة كيف؟ النسل متخصصة حقنا نبغى نشوف هذا هنا. ما شاء الله. هذه طبعا عشاق الحمام الطيار. طبعا الجمار، او احنا نسميه بالعاميه الجدب، راس النخله طبعا مليء بالحديد، وكذلك اكله مفضله لدى اهالي المنطقه. هذا اخونا ابو عمران طبعا من الهواه وعشاق الحمام الطيار وملك البط البري. شلونك ابو عمران؟ والله الحمد لله، والله بكرم. بالامس ما شفناك احنا في سوق السيهات. موجود. ما شفناك. موجود والله. لا. بعد ورقة طويلات عندي. تمام، يلا خلينا نشوف. تفضل ابو باسم. وين ابو عمران؟ وش عندك من حمام؟ هذا طبعا جوز امام دين من الاخير. حلو ما شاء الله. تيديه ما شاء الله. تيديه. حقيقة أنا أشوف الطيور هذا باسم. شو يزعق وش امام دين. امام دين من الاخير. الحمام حلو ابو باسم ما شاء الله. ندلف باكل الطيور. ما الاسباب. لا افضل، لان اذا بجيبه من السوق ما يكون محمل بالاكل حتى لا يقدم في الحمام، وهذه خطه استراتيجيه. شوف امام دين من الاخير. لا شوف هذه مثل الحسينه. ايوه نعم. انا من لمحت جدة الحسينه يعني. شوف هذا. يلا ابو باسم. وما في تبطل بعد. ما في تبطل. لحظه وشو؟ يعطيك العافيه. والله كان عندي طيور محركه في السياره بس ما جبتهم. لا اي والله. وش طيور؟ ما شاء الله هذول طيور حلوه بعد. عند احمد.
بط بري. يا سلام. وين يوم والله في بالي ان نسير عليك ناخذ شوقي. حياك الله. خليها عندك في الحجه وبعدين نجي. اعطي ايه خلها عندك. خلها عندك. او خلها عند واحد ثاني حق لا. اخواني كما تلاحظون هذه هي السوق. حبينا نصور بشكل سريع حتى يعني نشوقكم ونعرفكم على هذه السوق بشكل سريع، وإن شاء الله يعني نعمل لقاءات في وقت آخر مع رواد هذه السوق العريقة. يعني سوق كبقية الأسواق الطيور، ولكن زي ما قلت لكم لها تاريخ ومميزة حقيقة. وندعو كل محبي الحيوانات بأن يزوروا هذه السوق ويروا بأعينهم كيف أن هي تضج بالناس، وفيها حركة كبيرة ونشطة، وخصوصا في هذه الأيام الجميلة، أيام البراد. لذلك فعلا هذه دعوة لكل محبي الحمام الطيار وجميع أنواع الطيور بأن يزور هذه السوق. أهلا وسهلا، حياك الله. الأرانب صورناها. الأرانب أنت تمتلك أرانب؟ ايوه انا عندي قفص انارب. وبكم الأرنب الواحد؟ في على 40، في على 35 من واحده. أيوة. وذول الصغار على كم الجوز؟ لا في على 25 الجوز ظهير. والنهايه من النهايه بتاعته صور لك ونسولف. طيب ايش رايك اسوي لك دعايه الان؟ تعطينا ضبه. زين، وتعطينا 4 أرانب. طلعنا. بيجيك خير والله. ربك يكرم ان شاء الله. الله اكبر. لا والله صراحه اللقطه حلوه. وين الارانب هذه؟ الارانب ايش فصيله هذا الارنب؟ اسمها امريكي. وين امريكي؟ من الجنوب. جنوب. هذا ايوه قلت لي الكبار على كم؟ في على 45 و40. والصغار؟ والصغار على 25. 25. حامل. لا الحامل وانت ما تدور للحمل يعني؟ في هذا الفيديو احبائي نحب نشكر كل المتابعين ونقول لكم شاكرين كل اعجابكم ومتابعتكم، ونتمنى ان شاء الله يا ابو باسم ايضا نعمل تغطيه لسوق الدمام. ايضا سوق الدمام للطيور سوق تضج في روادها، فان شاء الله راح نعمل فيديو الاسبوع القادم باذن الله. لا التصنيف صح ان شاء الله. نعم. في نهايه هذه اللقاء كما اخبرناكم بان نشكر جميع المتابعين، ونتمنى ايضا المتابعه والمشاركه على هذه القناه. تحياتي للجميع، اخوكم خالد المرهون، سوق الخميس.